شلونكم متابعيني؟ ان شاء الله الكل بصحة وعافية. اليوم شلون زلابية تخبل، يعني بعد مستحيل تجيبون من المحل مال الحلويات. طبعا اقدم لكم اليوم هاي الوصفة ان شاء الله مضبوطة 100%. طبعا موادها كلش بسيطة وتنحفظ بالذاكرة حتى ما تحتاج تكتبوها بورقة، لأن موادها كلش سهلة. عندي كوب طحين وكوب نشا، هاي الأكواب المعيارية موجودة بكل محلات حاجة بألف. وإذا ما عندكم هاي الأكواب عادي بأي قلاص، نفس القلاص قيسوا المواد. عندي هنا كوب نشا وكوب طحين. النشا أنا مستخدمة طحين النشا أي نشا، والطحين طحين الفاخر أنا مستخدمته. وراح أخلي له رشة ملح، وأخلي له خاشوقة أكل خمرة بس مو مليانة، شوفوا هيجي، وكيس بيكنج باودر فقط. هاي هي المواد الجافة. وبنفس الكوب راح أخلي كوب ونص مي. يعني هاي المقادير ما تقبل غلط. إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تدعولي. طبعا مقبلين على أيام محرم إن شاء الله، فتستفادون منها إذا عندكم مواكب أو قرايات أو أي مناسبة. مو شرط، إن شاء الله تقدموها دائما بالأفراح. طبعا المي من البوري من الحنفية دافي، لأن تعرفون هسه جونا حار، يعني لا بارد ولا حار، لأن إذا المي حار عندكم نشا راح تتكتل وياكم. تخبطوها هيجي، وهاي هي تعوفوها تتخمر. عوفوها تقريبا ثلث ساعة نص ساعة، لا تجون يمها أصلا. وراها تجون تطلعون الهواء من عندها، يعني تخوطوها بنفس هاي الطريقة وتطلعون الهواء من عندها، وترجعون تخمروها، يعني تتخمر على مرحلتين. وتعوفوها همينة نص ساعة أو أقل، ثلث ساعة. طبعا جونا حار بسرعة تتفاعل الخمرة، وخلاص بعد هيجي كملت. بس أنصحكم نصيحة صغيرة من خلال تجربتي بيها، وهواية دائما أسويها. إذا تردون نجاحها 100%، صفوها بالمنخل. المنخل اللي ننخل بيه الطحين من نسوي كيك، نزلوا الخليط من عنده. أخاف يطلع عندكم تكتلات، انتو مدام جي صحيح، يعني هذا حتى ضمان 100%. وإذا خلطتوها زين وتأكدتوا من الخليط ما بي أي تكتلات، ماكو مشكلة. بس للأفضل يعني هي خطوة بسيطة بس كلش راح تفرق بالنتيجة. طبعا أنا محضرة القطر أو الشيرة 4 أكواب من السكر أو الشكر، وكوبين من المي، ورشة لمندوزي، يعني الشكر مضاعف للمي. طبعا هاي الكمية ال4 أكواب تكفيكم مال مرتين من هذا المقدار مال الزلابية. يعني ما راح تهدرون. طبعا اللي يبقى من الشيرة راح يبقى أكيد. خلوه بأي علبة أي بطل واحتفظوا بيه بالثلاجة، وكل ما تسوون طلعوه ما راح يخرب. هنا أي بطل عندنا هذا أبو الربع، ثقبت القبغ من فوق، وشفتوا شلونه لا كبير كلش ولا رفيع كلش، وسط. وهنا زيت غزير وحامي نزلت. طبعا أول مرة راح تطلع وياكم أشكال هندسية لحد ما ايدكم تاخذ عادي، مرة على مرة راح تضبطوها. طبعا ما تاخذ وقت أبد بالطاوة، بسرعة تشوفوها تيبس، ولا تخلوها تاخذ لون احمرار وجوزي ما يصير. ونقلتها هنا على الشيرة وطلعتها وصفيتها، وتاكلوها إن شاء الله بألف ألف عافية. راح أكتب لكم المقادير بصندوق الوصف حتى تستفادون من عندها. واللي يجربها أتمنى يكتب لي بالتعليقات ويعطيني رأيه، لأن حرفيا الظاهر المحلات. وإن شاء الله ما تشترون بعد من المحلات، لأن هاي أنظف وأحسن وصفة وأنجح طريقة. واللي هنا حبايبي هاي النتيجة، وما شاء الله الكمية كلش حلوة على كوب طحين وكوب نشا. وإذا تحبون تضعفون الكمية حرية شخصية لكم. واللي هنا حبايبي لا تنسون الصلاة على النبي والاشتراك بقناتي أني منوعات آلاء. ويا ريت من ايديكم الحلوة اللايك وتعليق حلو مثلكم. وبنات ملاحظة أخيرة، حفظوها بنايلون، غلفوها وتبقى ثاني يوم يعني برا الثلاجة، ما تحتاج ثلاجة، تبقى مقرمشة ومحافظة على قوامها. جربوها ومع ألف ألف سلامة.